مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ اتمنى ان شاء الله الكل يكون بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. بداية اليوم جبت هذوي منتجات جديدة فقلت اشوفكم اياها، ضفتها روتيني من تونر اللي قالوا لك اسيد من ذا اوردينري ومرطب سمبل. كلش حلو هالمرطب هذا، هاي ثاني مرة استخدمه. واردل وهذا مرطب القدم عندي يعني مو جديد، بس هذول الاثنين جدد سمبل مستخدمة غير منتج من يومهم بس يجنن هماتي المرطب. وهذا التونر يعني يشيل الخلايا الميتة، يجدد البشرة، هواية الاستخدامات فجبته. بس اعتقد غشوني بي يعني بمواصفات الكوبي وبمواصفات الاصلي، فاني ما متأكدة يعني جبته حال سعر الاصلي فما اعرف يعني. وهذا كلش حلو، استخدمه أنا باليوم مرتين أو ثلاثة لأن بشرتي جدا جافة وبعد ما أعرف والله. وبديت اليوم وياكم. طبعا اليوم سويت هذا الكريكوت بيبي هزاز، نهاني مخلصته بس آخر رتوش يعني الزينة حبيت أشاركها وياكم. كلش استمتع وأني أسويها، قالت لكم إياها سابقا وهماتي من أصورها وأرجع أشوفها جدا استمتع بهالموضوع هذا. طبعا هي أنا خلصتها، لونها كلش حلو يعني وفاقع نوعا ما، فحبيت زينة انه تبين بي فاختارينا اللون الاحمر، بالاضافة الى انه جهاز البيبي اللي مسوي بلون احمر فاني اختاريت اللون الاحمر. وايضا هي الزينة كانت انه هذه الوردة اني سويتها عبارة عن شريط وفرو احمر، وهذا الدانتيل مثل ما تلاحظون استخدمته دايرة وسويته على شكل وردة، طلعت كلش حلوة ناسكة وبرزت على اللون، يعني هو اللون قوي وهذول هماتها قويات فكلش برزة. اخترت تكون زينة ايضا هذول حبات الكريستال باللون الاحمر نفسهم وبس، يعني بس هيك الزينة مالته صارت، بالاضافة الى انه دوشك نفس نوعية القماش يصير شي كلش حلو ونازك. وطبعا يعني هواي مسرع الفيديو لأن كان بوقتها جهاز السيكون ما أدري إيش بيه ما يحمى بسرعة فكلش تعبني، وهنا بس تبعين شوفوا سريع. وهيك يكون آخر اللمسات الأخيرة على الكاروك. طب بالإضافة إلى أنه هذا الكاروك مو جديد يعني إعادة تدوير تقدرون تقولون، بس غيرت الشي كلش حلو راقي. ومثل ما تشوفون هنا الحبة الأخيرة وخلصنا، وهذا كان الشكل النهائي. هو حديد كبير هزاز صار كلش حلو مثل ما تلاحظون. وهسه اليوم عندي هواية شغل وراح نطلع، فحبيت أبدي شغل إنه من البداية حاب أغسل البلكونة والملابس بالبلكونة. طبعا كل الأشياء سهلة بس من أصور شوي تصير صعبة، فأشتغل بإيد وحدة لأن تعاجز أجيب الستان فهيك يعني. مثل ما تلاحظون وخرت الملابس، بعدين مثل هذا الجو المتقلب اليومية شوي صارت رابة وشلناها المبردة ورا ما خلصت هذا التصوير، شلناها المبردة من هذا المكان. وهسه حبدي تنظيف عميق، بس بالبداية لازم أرشرش كل الأشياء، أرشرشها مي وأبدي حتى الوطن أول مرة غسلته. رجعت كل أشياء المكان، المشرة ألعاب البنات، هنا الفقرة اللي يعني تعجبني وكل شيء أهدر بها هواية مي، أبقى رش هيك ساعة هيك صحيح أنا كل شيء أهدر مي، أي إنه أخذ كل أتربة واحد هيك أستمتع من رش مي وريحة التراب وهاي الأمور بعد يعني. قولوا انتم شلونكم؟ شو أخباركم؟ أنا شوية مريضة، تغيير جو، فلاونزا على جيوب أنفية يعني عادي، وضع محتمل. شو أخباركم؟ أموركم؟ كتبوا لي صندوق التعليقات. وهسه ورا التنظيف وهيجي راح أخذ البنات للدكتور، شوية هماتين تعبانات اثنيناتهم زينب وروز، راح نروح البغداد جديدة وراح نروح الفالحة بالعنبر وراح أصور لكم من هناك يعني الأشياء اللي أقدر عليها. هنا سرير البنات بعد ما قعدوا زينب لازم نضم أشيائها هنا حتى روزة يعني متلوح تاخذهم، وهيجي هوسة يعني من الصبح عدلته ورتبته. وهذولي أقواس الورد اللي تشوفوهم متعاجزة إنه أثبتهم بمكانهم هنا ياريتهم على الحائط يعني في التشكيلة معينة، بس بعدني لأن ما متعاجزة أصعد، أي أصعد على الشرباية ويقولون لا ما تتحمل هيك أوزان يعني. فلازم تجيب الدرج، وأنا ما أبي أحد أجيب الدرج فخليتهم مؤقتا هنا ياخذوا لهم مش كم يوم بعدين أستسلم وراح أجيب الدرج.
يعني بس اشكالهم هيجي يعني كيوت حلو. هاي الفقرة اللي كلش حبيتها وحبيت طعمها همين. عندي هذا الكيك الجاهز من أمريكان جاردن. هاي يمكن أول مرة أسوي كيك جاهز، يعني هي جاهزة بس أخلطها وأخليها الفرن. بس طعم هذه النوعية يجنن، حرفيا يجنن، كلش حلوة. وصارت العجينة عوالك زبدة. كل اللي تحتاجه يعني انه هو من هاي الماركت جبت من ذا امريكان جاردن كوب ماي، 3 كوب زيت و3 بيضات، واذا زيتون بيض احس يعني تصير نفشه اكثر، بس انا استخدمت حسب التعليمات بالضبط. والكيس يعني 500 غرام مو اكثر، يعني تقريبا يطلع كوبين ونص او اقل. هسه ابدي اخلطهم بالبدايه، بس نجانس المكونات السائلة أول مرة، بعدين الجافة. بس العجينة يعني ما أخذت وقت، وبالبداية تخلطيها لمدة دقيقتين على كيف، بعدين 3 دقائق كلش سريع. بس أنا بديت بيها سريعة كلها اي أيضا أنا مسرعة الفيديو هنا مثل ما تلاحظون. بس العجينة كانت كلش هيك عباك حرير، يعني أول مرة تصير عندي عجينة كيك بهالصورة هذه. أكيد ضايف لها محسن كيك، أنا ما استخدم محسن كيك أبدا، فيمكن هذا الفرق اللي شفته. يعني هواي أسوي كيك فأعرف بيه، وهنا سويته. طبعا هي كانت بالفراولة، وطعمها يجنن وأتمنى يعني العطر يطلع لكم الريحة مالتها، بس شنو مو حلوة. يعني أنا سويت هذول الباكيتين، الثاني خليت له سكر لأن مو حلوة، يعني حلاتها فاهية نوعا ما. يعني احنا بالعادة نخلي سكر أكثر، بس يعني طيبة شي على شي كلش طيبة. باع العجينة بدأت تتغير، يعني أقل الدقائق بدأت باع شلون تتغير، الخليط صار ثخين على كريمي، كلش كريمي ماشي. واذا انتم مستمتعين بمشاهدة الفيديو خلوا لايك واشتراك للقناة وخلوا تعليق حلو مثلكم. وانا ادري بنفسي صار لي هواية يعني منزلة فيديوهات، لان مشغولة على تعبانة على ما عندي شغف على هواية امور يعني والله بس لا انا كنت متواصلة وياكم. هنا خليت بالقالب فتات بسكت، يعني ما خليت طحينة وزيت يعني راشي، لا خليت فتات بسكت قبل كاكاو صار يجنن. هاي الكيكة وقوامها هشة وبنفس الوقت لازم نفسها. وهنا ما صبرت واخذت لي قطعة ثانية وخربت الدايت هنا. ويلا ها هي هنا ختمناها بدواء قبل ما نروح للدكتور، يعني نبديها بدواء قبل ما نروح للدكتور بعدين دواء. بس يعني مشكلة البنات ما ياخذون دواء يعني. وهنايا بعد الشغل ناخذ شاور سريع. تعرفون يوم مزاجي برتقالي، فكل الأشياء اللي دا أستخدمها برتقالية، من عطر معطر سيروم المرطب، حتى المشط لقيته برتقالي فناسب جوي. وهذه الثوب القصير كلش أحبه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه. وهنا رحنا الفالح، لازم نروح لبغداد جديدة، لازم نزور يعني فالح. هنا البنات كل شيء يستمتعون بهاي الاجواء والقعده. وهنا وقت يعني متاخر من الليل، تقريبا الساعه 9 وبعد الازدحام. وهنا بالدكتور.